عليكم السلام أخي براء، شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. أخي براء، يعني بداية حدثني عن الوضع عندك في ريف دمشق. نعم، أحدثك وأبدأ معك من الغوطة الشرقية. صراحة اليوم الغوطة الشرقية يعني شهدت تكثيفا أمنيا وقصفا من قبل قوات النظام، يعني لم يسبق له، خاصة في مناطق زملكة ومسرابة وعربين ودير العصافير. أيضا هذه المناطق كلها شهدت قصف من قبل قوات النظام بالطائرات الحربية وغيرها بقذائف الهاون. إذ منذ فجر اليوم بدأت قوات النظام بالتحليق بطائراتها فوق هذه المناطق وقصفها بعدة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 أفراد ومواطنين سوريين في هذه المناطق. طيب أخي براء، أيضا كان هناك قصف على مخيم درعا، هل لديك معلومات عن هذا القصف؟ مخيم درعا في درعا. صراحة يعني أتواصل أكثر مع الناشطين في دمشق، ولكن نعم. سمعت بمجزرة في مخيم درعا، وفي أيضا مجزرة في دير الزور اليوم حصلت. نعم صحيح. التركيز على أخبار الجيش السوري الحر، يعني كون هو موضوع حلقتنا اليوم معكم. نعم. أخ أحمد، وهو ما استطاع به الجيش السوري الحر من سيطرة على حاجز زملكة، إذ أنه في مساء الأمس قامت كتائب من الجيش السوري الحر باستهداف هذا الحاجز. فاليوم أمرت قوات النظام جميع الحواجز في زملكة بإخلاء المنطقة، فعاودت كتائب الجيش السوري الحر باستهدافها من جديد وهي تخلي المنطقة. فاستطاعت تدمير دبابة كاملة وإعطاب عدد من الدبابات التي كانت في طريقها بالانسحاب. طبعا عن قيام الجيش السوري الحر اليوم في بساتين حرست بإسقاط مروحية، والمروحية موثقة بالفيديو سيصلكم إن شاء الله قريبا لتعرضوا عبر قناة سوريا الغد. طيب أخي براء، بموضوع الحلقة، نعود لموضوع الحلقة، يعني كيف يمكن للجيش الحر أن يحافظ على انتصاراته؟ يعني في مدن أو قرى أو بلدات تحررت من قوات النظام الأسد، وأيضا هذه ليست يعني كلها تحررت عسكريا مثلا أنه بقوة السلاح، ولكن هناك من انسحب منها الأسد طواعية. برأيك كيف يمكن للجيش الحر أن يدير هذه المناطق؟ يدير هذه المناطق أخي أحمد من خلال تسليم هذه المناطق لسلطة مدنية. فعلى المتعلمين وطلاب الجامعات وغيرهم من المثقفين أن يستلموا هذه المناطق ويديروها بسلطة مدنية، ينظمون أمور المعاشية للمواطنين، ويقومون بعدة أمور تساعد الجيش السوري الحر بعملياته. الجيش السوري الحر عندما يسيطر على منطقة ما يعني لا يستطيع تدبير كل أمور الحياة فيها، يعني من وقود ومن أمور غيرها من الخبز وتأمين المعاش. هذا كله يحتاج إلى جهد وتكاتف الجميع. فالجيش السوري الحر منشأ من قبل القاعدة الشعبية التي نادت، وهي من نادت بطلب تسليحه وبدعم هذا الجيش السوري الحر، وهي عليها أن تحافظ على هذا الجيش الذي أوجدته هي بنفسها. طيب أخي براء، تحافظ عليه. أخي براء، في معنا الأخ أبو حسام الناطق باسم المجلس الثوري العسكري في دمشق. أبو حسام تسمعني؟ أبو حسام؟ يبدو فقدنا الاتصال. كنت بدي اتواصل مع ابو حسام باعتباره ايضا احد اركان الجيش الحر. تفضل اخي براء. طيب بدي اسالك انا، يعني هل ترى انت انه الجيش الحر يعمل وفق آلية منظمة ام ما زال يعني تحركاته جميعها تعتبر ردة فعل يعني لمعارك تفرض عليه؟ سؤال جدا دقيق أخي أحمد. أعتقد أن الجيش السوري الحر في مناطق إدلب، يعني هذا السؤال يتبع للمنطقة التي تتحدث عنها. ففي مناطق إدلب وفي مناطق درعا ودير الزور يعني المناطق الشمالية الشرقية والشمالية من سوريا، أعتقد أن تكنيك الجيش السوري الحر هو أكثر راحة وأكثر تفكيرا وأكثر تخطيطا في الهجوم على قوات النظام. ولكن في مناطق مثل العاصمة دمشق ومثل ريف العاصمة دمشق، أعتقد أنه إلى الآن لم ينظم صفوفه، يعني كون معاركه مع جيش النظام تكون معارك كر وفر، وهي أقرب إلى حرب الشوارع منها إلى يعني معارك جيش إلى جيش يقابل جيش.
الو. اخي احمد تسمعني؟ نعم نعم سامعك، تفضل. تماما. ففي العاصمة دمشق يعني الجيش السوري الحر هو يقوم بعمليات تكنيكية هي أقرب إلى حرب الشوارع منها إلى يعني طيب جيش يقابل جيش بسبب بسيط، وهو أن جيش النظام يملك يعني أسلحة ثقيلة وغيرها من الطائرات الحربية. طبعا يملك سلاح يعني سلاح دولي طبعا لا يقارن بسلاح الجيش الحر. عاد إلينا أبو حسام. أبو حسام شلونك؟ أبو حسام مرحبا. أبو حسام يبدو هناك مشكلة. أخي براء، طيب سؤال آخر معي أخي براء. طيب أنت قبل شوي يعني تحدثت أنه يجب على الطلاب الجامعيين والمثقفين أن يقوموا بدورهم. ما هو الدور الذي يجب أن يلعبوه هذه الفئة من الشباب يعني حاليا؟ دورهم دور عظيم أخي أحمد. يعني المتعلم دائما ثقافته أعلى من سواء من الإنسان والمواطن العادي، يعني وخاصة في سوريا. يعني عمل النظام خلال 4 عقود من حكمه لسوريا على تجهيل الشعب، فمن خلال جهل الشعب يستطيع حكمه إلى ما شاء الله. ولكن لله الحمد استيقظ الشعب السوري وبدأ بثورته الممتدة حتى الانتصار إن شاء الله. دور هؤلاء يكون من خلال تنظيم الأمور المعاشية، ومن خلال حديثهم إلى الناس وتثقيفهم وتوعيتهم بأن يعني ومن خلال المجتمع الأهلي الذي افتقده الشعب السوري على مدى 4 عقود كاملة. المجتمع الأهلي هو من يقيم الحضارات في كل دول العالم، ولا وجود لهذا المجتمع في سوريا نتيجة قيام النظام بإحباط أي محاولة فردية أو أي محاولة لإنشاء جمعيات أهلية أو ما شابه. أذكر في مدينة دارية منذ قبل بدء الثورة السورية قام مجموعة من الشباب بعمل يعني بتنظيف الشوارع يوميا، القبض عليهم جميعا وأحيلوا إلى القضاء واعتقلوا اعتقالا تعسفيا بسبب هذا العمل. الآن الحرية التي يطالب بها الشعب السوري باتت موجودة في بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر، وعليهم أن يعملوا على جميع الأفكار التي توارد على أذهانهم، ويستطيعون البدء بتنظيف الشوارع والبدء بتأمين وتنظيم أدوار على المخابز. كل هذا من خلال يعني المتعلمين والذين هم أكثر نضجا وأكثر وعيا منهم عن الأقل يعني الأقل وعيا طيب. من المواطنين. أخي براء، البعض يرى أن المناطق التي يدخل إليها الجيش الحر ويسيطر عليها تضر بالمدنيين، حيث أن النظام يصبح يقصف من الخارج ويقصف عشوائيا بدون أي تحديد. يعني بوجهة نظرك أنت كيف ممكن أن نتخلص من هذه المشكلة مثلا؟ هذا السؤال يوجه للأمم المتحدة التي يعني أطمنت رؤوسنا بتعابير وادعاءات منها بحماية المواطنين السوريين. هذا السؤال يجب توجيهه إلى الأمم المتحدة التي يجب عليها إيجاد مناطق ومعابر آمنة طالب بها السوريون منذ بداية ثورتهم. السوريون طالبوا بإنشاء معابر آمنة لم توجدها الأمم المتحدة. السوريون طالبوا بإيجاد معابر إنسانية فقط لإجلاء الجرحى لم توجدها الأمم المتحدة. السوريون طالبوا بإنشاء منطقة حظر جوي أيضا لم توجدها الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة بجميع دولها 193 يعني إلى الآن لم نجد منهم أي تحرك تجاه الشعب السوري وتجاه الدماء التي تسيل في سوريا. طيب شكرا لك أخي براء على هذه المشاركة. أتمنى أن يكون صوتك قد وصل إلى العالم.